السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله البنات في إطار التحضيرات ديال شهر رمضان غادي نقدم لكم واحد الفطائر اللي تجي زوينة وبعجينة هائلة. نتمنى إن شاء الله تتبعوني باش نشوفوا في الإعداد ديالها. في الأول عندي هنا واحد المقلاة اللي غادي نشعل عليها البوطة أو الغاز بالشكل هذا. غادي ندير فيها واحد شوية ديال الزيت، زيت المائدة، تقريبا واحد 4 تاع المعالق ديال زيت المائدة. بعد ما درنا هاد الزيت هادي تسخن في المقلاة غادي نضيفو لها هنايا واحد 4 تاع البصلات متوسطين. بسم الله. هاد الفطائر تجي زوينه، تجي لذيذه، نحتاجوها في الافطار، تقدري ديريها حتى بلا رمضان. درنا هنا البصله اللي شلضناها تقريبا 4 ديال البصلات متوسطين في 4 ديال المعالق تقريبا ديال زيت المائده. غادي نخليوها واحد شويه حتى تبقى تدبال وتنقص شويه اي طيح هاد البصله هادي. مره غادي نحركو مع التحريك بطبيعه الحال. هنا على ما هاد البصله راه تشحر غادي نمشيو باش نوجدوا العناصر الاخرى. هنا عندي الفلفل الالوان، فلفل احمر واخضر، الا كان عندك حتى الاصفر تقدري ديريه. غادي نقطعهم مربعات على هذا الشكل هذا. بسم الله. قطعوا الفلفل مربعات، الفلفل الاحمر كذلك الفلفل الاخضر بهذا الشكل. هنايا الفلفل انا اختاريت الفلفل الاحمر وكذلك الاخضر، اختاريت معه واحد الفلفله حاره حمراء لانه انا عزيز عليا الحار. نتوما الا ما بغيتوش ديروا الحار تقدروا تستغناو عليه. ها هي الفلفله حاره غادي حتى هي نقطعها مربعات صغيره. بهذا الشكل هذا. انا بطبيعه الحال نحيد زريعه الفلفل، نحيد زريعه الفلفل الحار وكذلك الفلفل الحلو. غادي نستمر حتى نكملوا هذا الفلفل كامل، عاد غادي نتلاقاو. هنا كما راكي تلاحظي انا قطعت الفلفل بهذا الشكل هذا، وجبت صدر الدجاج اللي كان عندي مقطع مربعات في الثلاجه على هذا الشكل او هذا الحجم. غادي الان نقطع شويه ديال المعدنوس، الحشوه نتيا الحشوه اللي بغيتي ديريها عندك حريه الاختيار. بغيتي ديري الكفته، بغيتي ديري غير الخضره طيبيها في الاخر تضيفي الطون حتى هي تجي زوينه. انا نفضلها بالدجاج بهذا الشكل. قطعنا المعدنوس شويه رقيق. غادي الان نمشيو نشوفوا البصله ديالنا واش طاحت شويه ولا لا باش نضيفوا العناصر. الان كما راكي تلاحظي البصله ديالنا شويه ذابت او طاحت شويه يعني تشحرت. غادي نضيفوا لها شويه ديال الملح، تقريبا واحد نص معلقه او معلقه صغيره ما عمرش ديال الملح. نخلطوا. غادي نضيف لها الان الفلفل اللي قطعته مربعات، فلفل بالالوان احمر واخضر، الا كان عندك الاصفر حتى هو ضيفيه يجي منظر زوين.
نستناو عليه شويه حتى يعني يتشحر حتى هو شويه. الان بعد ما الفلفل تشحر مع البصله اللي عندنا غادي نضيفو هذوك الطريفات ديال صدر الدجاج بهذا الشكل. غادي نخلطهم مزيان. ثم غادي نضيف لهم واحد المعلقه صغيره ديال الثوم بودره او بودره الثوم. ثم غادي نضيف التوابل. نضيفو البزار بسم الله. نخلطو. ثم غادي نضيف شويه ديال الكمون، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الكمون. حتى ما ضفنا شي عنصر من التوابل غادي نحركو باش ندمج مع الدجاج والفلفل والبصل اللي عندنا. نضيف كذلك شويه ديال السكينجبير او معلقه صغيره ديال السكينجبير. نخلط. نضيف كذلك شويه ديال الكركم او الخرقوم دائما مع التحراك او الخلط. بالشكل هذا نخلطهم مزيان. نضيف واحد شويه ديال التحميره. ضفنا شويه ديال الصوجا اللي ثقيله شويه، غادي نخلطو مزيان مع العسل لان الصويا صوص او الصوجا تعطي مذاق هائل للدجاج. ثم غادي نضيف هنايا شويه ديال الهريسه، هاد الهريسه اللي صنع منزلي. انا ناكد لكم اللي ما يبغيش الحار ما يشقاش يضيف لا هريسه ولا فلفل حار. الحار انا يعجبني في الفطائر، يجي مذاق هائل ويجي لذاذ بزاف، يعني تقدروا تستغناو عليه ماشي ضروري. نخلط الجميع وغادي نخليها تطيب على خاطرها حتى طبنا هاد الدجاج اللي عندنا ومع هاد البصل والفلفل. عاد غادي نتلاقاو الان. كما كتلاحظوا الحشو ديالنا راه طاب، غادي نطفي عليه البوطه. ثم غادي نضيف المعدنوس اللي قطعته. من المعدنوس ضفته بعد ما طفيت البوط على هاد الحشوه اللي عندي. غادي نخلط الجميع بهذا الشكل هذا. ثم غادي نخليها تبرد باش نعمرو العجين ديالنا. هنا اختي الكريمه بعد ما الحشوه ديالنا طابت وهي بردت كما كتلاحظي درناها في هذا الصحن. هنايا انا حضرت العجينه القطنيه، راني سبق لي درتها معكم، درت بها الفطائر. غادي نخلي لكم الرابط ديالها باش تشوفوها في الفيديو. المهم غادي نجيبوا هاد العجينه هذه بعد ما اختمرت. غادي نحيد لها الهواء اللي فيها. الطريقه حيدنا لها الهواء من داخل هاد العجينه هذه. هنا غادي نقسموا العجين بهذا الشكل هذا. غادي نقسموه الكويرات بسم الله.
نرشو واحد شويه ديال الفرينه باش ما تلتصقناش هاد العجينه هادي. الشكل كذلك نقسمو الطرف الاخر. هاد العجينه تجي هائله، تجي يعني قطنيه بمعنى الكلمه. انا دائما نفضلها في الفطائر ديالي او المعجنات ديالي. الان غادي نشكلوهم كويرات اولا نخليوهم كما بغينا. المهم نجمعوا هذا العجين هذا باش نعمروا الحشوه او الحشو اللي عندنا. هنا غادي نجيب واحد القطعه من هذا العجين اللي قطعناه، نسرحوا على هذا الشكل بالدلاك او بالوراق، تقريبا نسرحوا على شكل مستطيل. ثم غادي نجيب واحد المعلقه من الحشو اللي عندي بالطريقه هذه. بسم الله. بهذا الشكل. ثم غادي نجمع الاطراف ديال هذا العجين هذا بهذه الطريقه هذه. نحاول نلصقهم مزيان باش ما يتفتحولناش في الفرن بهذا الشكل. نشكلوهم بحال باكيت صغير. غادي نديروها في الطاوه اللي فرشتها بورق الطبخ او بابي سيلفريزي. نديرو وحده ثانيه بهذا الشكل هذا. نسرحوا العجينه، شويه ديال الطحين باش ما تلتصقناش هاد العجينه هذه، انها هشيشه ورطبه. ثم غادي نجيب معلقه من الحشو اللي عندنا بهذه الطريقه. غادي نجيبوا الاطراف ونلصقوهم. نلصقوا الاطراف مزيان. نديروها في الطاوه. غادي نستمروا حتى نكملوا كامل معنا هاد الحشو وهاد العجين اللي عندنا، وعاد غادي نتلاقاو. هنا اختي الكريمه بعد ما كملت الفطائر ديالنا كاملين، انا هنا خفقت واحد البيضه، درت لها شويه ديال الصوجا كما راكي تلاحظي. غادي ندهن هاد الفطائر هادو. بسم الله. لان الصوجا تساعد الفطائر باش ياخذوا واحد اللون زوين. ندهنوهم كاملين من الجوانب ومن الفوق. غادي نستمروا حتى نكملوا كاملين هاد الفطائر، يعني ندهنوهم كاملين. عفوا. هنا بعد ما دهنت هاد الفطائر هادو غادي نزيد لهم واحد شويه ديال البافو او الخشخاش بهذا الشكل. تقدر تزينهم بالجلجلان، كما تقدر تخليهم هكا بلا تزيين. غادي الان نديهم للفرن اللي سبق لي وسخنته من قبل، وغادي نتلاقاو من يطيبوا باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم. ها هما اختي الكريمه الفطائر ديالنا بعد ما طابوا ويجيو هائلين ورائعين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم. غادي نفتح لكم وحده باش تشوفوا كي جات من الوسط. يجيو خاويين ومفشفشين من داك الشيء الرفيع. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، ونتمنى تدعموني وتقولوا لي كي جاوكم هاد الفطائر هادو، وتبارطاجوا مع الاصدقاء باش تشجعوني نعطيكم اكثر واكثر. ونقول لكم عواشركم مبروكه، والى الملتقى بحول الله.